الحالة التالتة هو الخوف من تأثير الأدوية، بمعنى أصح الناس كلها بتبقى خايفة إنها تدمن الأدوية دي أو إنها ما تقدرش تبقى في حالتها أو وعيها أو اتزانها إلا بتأثير الأدوية دي، ويقعدوا يقولوا لك لا 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 أنا مش هبقى تحت رحمة برشامة أو تحت رحمة أدوية أو مهدئات، أنا الحمد لله ما لجأتش في حياتي لمهدئات. حضرتك كان عندك انهيار عصبي بس يقولك الحمد لله أنا محتاجتش آخد مهدئ، ما هو ده أثر عليك وأثر على حياتك. ولكن منظمة الصحة بتؤكد إنه 80% أصلا من حالات القلق ومن حالات الاكتئاب بيتم علاجها بأدوية لفترة مؤقتة وبعدين بتقف، فما تقلقش من حاجة زي كده. ومش كلنا بنحتاج علاج، في أوقات كتير بتبقى محتاج مجرد كلام لحد يفتح لك طرق تفكير معينة، تكنيكس معينة، يبني معاك المايند سيت وطريقة تفكيرك. الحالة الرابعة والأخيرة عدم الوعي أو الجهل، هو الجهل بفوائد العلاج النفسي. يعني هم بيشوفوا إنه الناس اللي تروح تتعالج نفسيا الناس اللي حالتها ميؤوس منها أو الناس اللي في حالة خطر جدا، غير كده ما نروحش. لكن لا، احنا ممكن نبقى في يومنا العادي جدا ومحتاجين ان احنا نروح لدكتور نفساني. او كمان الناس اللي بتقول اصل انا رحت مره وما جراش حاجه، حضرتك انت مش داخل ترسم تاتو هتطلع تلاقي التاتو اترسم، والا كده ما كانتش الناس تروح للجيم بالشهور وبالسنين علشان تعمل شيب وتعمل فورمه. كانوا هيقولك انا رحت اول مره الجيم وطلعت ما فيش اثر على جسمي. الدكتور النفساني هو نفس الجيم، هي عضله بيمرنها وبيشكلها معاك، عضلتك العقليه وعضلتك النفسيه، بيشكل لك تفكيرك، بيشكل لك وعيك، بيطرح لك كده اسئله يخليك تفكر وتتعمق مع نفسك. واخيرا وليس اخر، مش لازم يكون عندك سبب علشان تروح. لو انت بس بتحس نفسك مش مبسوط لمجرد انك بتشوف ناس تانية مبسوطه، ناس تانية مستمتعه، ده في حد ذاته اكبر اشاره انك محتاج تروح. لو بتشوف زوج وزوجه مبسوطين وبيحبوا بعض ودي حاجه بتسبب لك حاله من القلق او الخنقه او الزعل، انت محتاج تروح. لو بتشوف اب مستمتع بابوته او ام مستمتعه بامومتها ودي حاجه بتسبب لك حاله من الخنقه او بتسبب لك حاله من الخنقه، انت محتاج انك تروح تكشف او تروح تقعد مع حد مختص يساعدك. لو بتشوف ناس فرحانه بنجاحها بتلاقي نفسك متضايق، انت محتاج انك تروح لمختص. لو بتشوف ناس مبسوطه في حياتها وانت تحس نفسك متضايق ومخنوق، انت محتاج انك تلجأ لمختص. مش هتلجأ عشان انت وحش، انت هتلجأ لانك محتاج لمساعده، لانك تستاهل انك لما تشوف الحاجات دي تحس نفسك انك مبسوط ومش متأثر، لانك عارف ان انت من جواك مش ناقصك حاجه. لكن اول ما بتشوف وتحس انك متضايق، ده في حد ذاته علامه ان في جرح او حاجه من جوه وجعاك، محتاجه انك تسلط عليها الضوء وتتعامل معاها بدل ما تتجاهلها ويحصل وقتها غرغرينه في نفسيتك من جوه. دمتم بخير، لو سمحتوا اعملوا فولو وشير الريل.